حقنة بتعملها كل امهاتنا لما نبقى عاوزين نخرج. امي ينفع اطلع مصيف مع صحابي والنبي؟ هنروح الغردقة يومين. طيب ما عنديش مانع، بس شوف ابوك الاول بقى هيوافق هو ولا لا. طب بالله عليك انت حاولي تقولي له انت كده على هادي وتقنعيه وخليه يوافق. طيب ماشي. بقول لك يا حاج، ابنك كان عايز يطلع يسيع في الغردقه مع صحابه الصيع اللي ما تربوش. يا ما سعنا ودقرتك في مطروح، خلي الواد ينبسط. طالع مع صحابه اللي في سنه ولوحدهم، معهمش حد كبير. هم خلاص بلغوا وهيعرفوا يعتمدوا على نفسهم. والله يا ابويا انت راجل محترم. واصحابه دول بيشربوا سجاير واكيد هيشجعوه انه يشرب، الواد هيرجع لك مدمن. اوبا كده مفيش مروح في حته. وكمان الموج ممكن يعلى هناك والواد يغرق ويطلع له سمكه قرش زي الراجل الروسي، ابنك مش هيرجع. لا 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 خلاص مفيش خروج، خش نام يا ابن الكلب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا امي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سوسه. يا ابني وانا مالي، والله موافقه، ابوك هو اللي مش موافق. يا ما سعنا ودقرتك في مطروح.